الأرجنتين تريد الانتقام من كرواتيا وإخراجها من المونديال، والمغرب من أمام فرنسا تريد الوصول للنهائي بعدما صنعت التاريخ. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. اليوم راح أتكلم عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، الأرجنتين وكرواتيا، فرنسا والمغرب. لأول مرة كأس العالم في نسخه 21 وال22 حاليا يشهد منتخب عربي في نصف النهائي أو في المربع الذهبي. لأول مرة يشهد منتخب إفريقي في المربع الذهبي. المنتخب المغربي يقدم أداءات وإنجازات تاريخية لن ينساها أبدا، حتى لو جاء المنتخب المغربي نفسه وحقق كأس العالم بكبره ما راح ينسى هذه السنة هذه النسخة من كأس العالم، لأنه هو أول منتخب عربي وإفريقي وإسلامي يصل لهذا المكان من كأس العالم. المنتخب المغربي أصبح منتخب عالمي يستطيع المنافسة على البطولات العالمية. نبدأ مباراة الأرجنتين وكرواتيا. الأرجنتين استطاعت المرور من أمام هولندا في دور ربع النهائي بصعوبة بالغة جدا بركلات الترجيح. كان المنتخب الأرجنتيني يعاني في الشوطين الأصليين والإضافيين وحتى ركلات الترجيح، ولكن في النهاية انتصروا على هولندا ووصلوا إلى نصف النهائي لمقابلة المنتخب الكرواتي الذي أخرج البرازيل من ربع النهائي كما أخرج الأرجنتين في 2018. المنتخب الكرواتي من 2018 إلينا الآن وهو يقدم أداءات مجنونة، يقدم أداءات كبيرة جدا وممكن يفوز على الأرجنتين كمان، ولكن الأرجنتين جاية تنتقم على 2018. الأرجنتين جاية تاخد حقها من 2018 وتخرج كرواتيا في نصف النهائي، خصوصا إن هم أساسا جايين لهدف واحد: تحقيق كأس العالم. فرنسا والمغرب. استطاعت فرنسا إقصاء إنجلترا من المونديال بعد مباراة قمة ربع النهائي. هذه المباراة اللي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بعد ما حافظ على النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي، جعله يقابل المنتخب المغربي، المنتخب الذي انتصر على المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي الذي أبكى المنتخب البرتغالي ولاعبينه تحديدا كريستيانو رونالدو. يوسف النصيري لاعب المغرب وهداف المغرب حاليا في كأس العالم هو اللاعب اللي سجل هدف المباراة الوحيد. هذا الهدف طبعا ارتقى للكرة، كرة كانت فوق، ارتقى الكرة، وصل هذا الارتقاء إلى 278، كسر رقم كريستيانو رونالدو أمام أعين كريستيانو رونالدو. يعني سبحان الله وما شاء الله على لعيبة المغرب العالميين. وبس هذا مقطعنا بشكل كامل، ان شاء الله تكون استمتعت بالمقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد، والتعليق المحفز والنشر في كل مكان. وشكرا للمشاهدة وبالتوفيق للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، ومع ألف 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 سلامة.